سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ عواشركم بروكا ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد رايب ناجح 100% وبلا حليب الغبره. قبل ما نمروا البنات بحال ديما ما تنساوش تشاركوا معايا وتفعلوا زر الجرس. واخا البنات ايوا نمروا على بركه الله. بالله على بركه الله. المقادير عندنا واحد نص يطرو ديال الحليب بارد بحال كتشوفوا، ونص يطرو اخر ديال الحليب راني درتو باش يسخن يغلي يعني. عندنا واحد الساشيه ديال الفانيا بيضه، واحد 3 ديال المعالق كبار ديال السكر سنيده، واحد دانون بالنكهه ديال الفاني، من الاحسن يكون النكهه ديال الفاني، وواحد البول اللي فيه غادي نخلطوا هادشي. اول حاجه نديروها ناخذوا الحليب ديالنا البارد ونكبوه في البول، ومن بعد نضيفوا له الفاني ونضيفوا السكر ودانون نحركو مليح. هادشي اللي درناه، المقادير اللي درناهم نحركوهم مليح في الحليب البارد. ضروري نحركو مليح باش ينسجم لنا دانون مع السكر مع الفاني حتى نحسو بهم ما بقاش يعني داب السكر داب. على الاقل واحد 2 دقائق ولا 3 وحنا كنحركو. من بعد نضيفو الحليب، هذا الحليب غليان، نص يطرو اخر ديال الحليب غليان نخلطو، نضيفوه للحليب البارد وحنا كنحركو بلا ما نريدو تحرك. غادي نجيبو الكيسان اللي فيهم غادي نكبو هذا الرايب ديالنا. واحد ليطر ديال الحليب ديالنا تقريبا واحد 6 ديال الكيسان ونص، واحد 7 ديال الكيسان تقريبا. صافي نبداو نكبو فيه، نعمرو الكيسان. دابا غادي ناخدو واحد طنجره عاديه، ماشي ضروري تكون طنجره الضغط، غير عاديه، نحطو فيها دوك الكيسان ديالنا اللي عمرناهم بالحليب. ونزيدو عليهم الماء سخون، الماء غليان، ضروري يكون الماء غليان. نكبو حتى نوصلو للنص ديال الكيسان، يعني ضروري يكون النص ديال الكيسان يعني هو اللي مدرج بالماء اللي يكون غليان. صافي نبلعو على الطنجره ديالنا ونحاولوا نغطيوها بشي مالطه، بشي حاجه اللي تكون سخونه، بحيث راه الجو بارد. كون كان الجو سخون غير هكذاك راه واحد في المده ديال 6 سوايع ولا 4 صافي تكون موجود. الرايبي ديالنا البنات ها هو وجد من بعد 6 سوايع بالضبط اللي دازت عليه. بحال كتشوفوا رايبي ناجح وعاقد ولذيذ بزاف. نتمنى انكم تجربوه بهذه الطريقه اللي درتو انا، وما تبخلوش عليا بلا لايك، وتحاولوا تبارطاجيوه مع البنات ومع لا فامي ديالكم. والى عجبكم طبعا هذا الفيديو وما تنساوش تشتركوا معايا البنات. نتمنى لكم شهيه طيبه ومع السلامه.